سيدي، أنا عواد حمد البندر السعدون، نقيب وقتي من ألوية المهمات الخاصة. سيدي، عندما دعا الوطن، أول من طوعنا في ألوية المهمات الخاصة وذهبنا إلى جبهة وكرمنا في العمليات الأولى في قاطع الشوش، والعملية اللي مسمات بعملية الرفاعي. وجنابك كنت تزور الجبهة وقائد الفرقة الأولى، أعتقد حكى لك عن دورنا وفعالياتنا، لأن كنا ندخل سيدي 6 كيلومترات داخل خطوط العدو ونلتف على موضع رشدة بالنهار ونقوم بتدميره ونجلب ما موجود من أسلحة أو أمور نجدها في الموضع. بعد ذلك سيدي رجعنا لبغداد وشك اللواء جديد، وكنت أنا مريض، ورغم كوني طلعت توني من المستشفى والرفيق سمير الشيخلي نخاني، فقلت له أمرك رفيقي، ورحت كموجه سياسي للواء التاسع مهمات خاصة، واشتركنا في قاطع شرق البصرة مع اللواء البطل اللواء المدرع العاشر. وجنابك سيدي أعتقد آمر اللواء حكى لك عن بطولات ودور المهمات الخاصة وقتالهم دفاعا عن وطنهم. وسيدي، مثال واحد اللي شفته واللي أفتخر به كعراقي وكبعثي، أن أحد مواضعنا استشهد به 4 رفاق، وكان أمامهم من 200 إلى 300 إيراني مقتولين مكدسين جثث، يعني إلى أن خلص عتادهم. وسيدي، شفت من أمراء الكتائب اللي أعجبوني واللي بطولتهم متميزة، المقدم خليل إبراهيم العبد الله كان أمام صرف دباباتهم 2000 جثة إيراني، وانطوها بالبيان 400 جثة فقط أو 400 قتيل، لأن ما كانوا يعدون العدد. لا، احنا كنا نقص العدد. نعم سيدي. يدزون المقاتلين، اخوان الامرين والقاده يدزون عدد القتلى الايرانيين، لانهم بالمنطق العسكري ما بيها منطق. فمن يقولون امام اللواء الفلاني 2000 جثه، احنا نسجل بالبيان 800، وهم يعتبون علينا. احنا نعرف انه كلامهم هذا صحيح ودقيق، لكن المراقب العالمي يعني ما متعامل ويا هيك همج، يعني ما متعامل ويا قيادة من هالطراز اللي تستخف بشعبها إلى هذا الحد، يعني بحيث على جبهة لواء واحد مثلا تنطي 2000 قتيل، فيقول ربما العراقيين يبالغون. فاحنا لهذا السبب، ولا احنا نعرف انه المعلومات مو ما يلحقون، لا يلحقون ويعدون لنا اياها ويصوروها ويقولون لنا ترى احنا بالعين المجرده مو بالناظور، هذه امامنا وبدنا نحسب بيها، بالاضافه الى الجثث اللي مواضعنا. ومع ذلك مرات نشطرها الى النصف، ومرات نذكر ثلث ونطير ثلثين. فيعتبون علينا المناضلين والمقاتلين. قلنا لهم انه احنا هذا السبب، مو المقصود احنا ما نثق بدقة معلوماتكم، وإنما المقصود نريد أن نقرب الأرقام إلى عقل المراقب العالمي اللي ما تعامل ويا هالنمط من البشر. لاحظت آمر كتيبة أخرى، كتيبة الوحدة مقدم عبد، كان فوق دبابته سيدي وما تكفي المدفع والرشاشة، كان عنده بندقية برنة، وكل واحد يطلع راسه من الثغرة المفتوحة يضرب سيدي، ويعني بنفسه هو فوق الدبابة، ولا كأنما هناك يعني معركة ويصيدهم صيد، يعني ما أي واحد يطلع راسه يضربه ويقتله. فهاي سيدي من البطولات اللي هذا عبد حتما هل هو فلح، لأنه هذا البرنة ما يحبوه إلا الفلح. لو تنطيهم مش ما تنطيهم سلاح يعتبروهم مو شيء إذا مو البرنة. أظن من الأنبار عبد الحمد محاوي.